السياسي في العراق ترخيص حزب يحمل أفكارا تناصر الحمير وفقا لنظامه الداخلي. وفي تصريح للعربية أشار عمر جلول السكرتير العام لجمعية الحمير العراقية والملقب بأبو صابر، وهي التسمية الشهيرة التي تطلق على الحمار في العراق، أشار إلى عزمهم خوض الانتخابات المقبلة في محاولة لإنقاذ الوضع العراقي المتردي على حد تعبيره. حزب الحمير العراقي قادم، ليس في الموضوع مزحة ولا ضربا من الجنون، فالحزب حاز على الاعتراف الرسمي وله الكثير من المؤيدين، وعازم أيضا على خوض الانتخابات المقبلة باسم جمعية الحمير لاعتراضه على كلمة حزب. الحزب سياسي، السياسة يعني كذب، يعني ينطي وعد وما ينفذه. جلول الذي يتخذ من أحد أكبر فنادق السليمانية مقرا لحزبه لا يرى فرقا بينه والأحزاب السياسية العراقية مع فارق التسميات، فالمكتب السياسي يسميه خان، والفروع الحزبية يطلق عليها اسطبلات، والمعالف تسمية توازي الفرق الحزبية. احنا نؤمن بالسلام، الزمال ما يقتل الزمال، مو مثل بشر يقتل اخوانه على مود كرسي وعلى مود فلوس وعلى مود سياسة. الزمال ما يقتل الزمال، ليش اقول خلي الناس يعيشون مثل الزمايل حتى نرتاح كلنا. مؤيدون ومناصرون وحضور من بين أهم شخصيات السليمانية في مقهى الشعب الشهير الذي يرتاده المثقفون. أنا ما ينزعني أي تسمية، لأنه أنا حمار أصلي وأوريجينال كاكا عمر جايب لنا لهاي البلد. هموم كلول على رأسها نكران الجميل، فالحمار الذي أنقذ أهم السياسيين العراقيين بالأمس من مطاردة السلطة لهم عبر الجبال يعاني من هبوط حاد في الأسعار، بدءا من حمار يعادل سيارة في الحالات الطارئة إلى $500 فأقل، حتى وصل اليوم إلى $1 فقط. بالله هذول تسميهم ناس عديم الضمير والإحساس. كافي بعد لا تبكي، تعال وياي نشتكي عند الجيش الأمريكي. هذول مو مثلهم، أنت شعار حزبهم. بين أبو صابر كما يطلق على نفسه زعيم جمعية الحمير، وبين أبو صابر الأصلي لغة تفاهم ومجازفة محسوبة. فعلى أكتاف أبو صابر قد يصعد أبو صابر المقلد ويفوز بمنصب سياسي مرموق إن شاء الله، وعلى أيدي أبو صابر أيضا قد تأتي نهاية أبو صابرنا، سيما وأن للصبر حدود حتى عند أبو صابر. من السليمانية أحمد الصالح، العربية.